احلى مخ بجد ممكن تعملوه بالطريقه دي، هتعجبكم جدا. دي الحتت الصغيره، اما البانيه او الحتت اللي معموله كبيره شويه دي هتعجبكم قوي. وبكده اكون خلصت معاكم المخ باسهل طريقه ممكن تعمليها. وعملته جنبه كمان شويه سلطه طحينه، ممكن تحطي مخلل عادي جدا، وجنبيها شويه بطاطس محمره او شيبسي. لو عجبتكم الوصفه ادعموني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا نشوف الطريقه، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة المخ بطريقة سهلة جدا وجميلة قوي. أنا عندي هنا مخ، وعندي هنا بصلاية وطماطماية وملح وفلفل وكزبرة، وعندي هنا ايه كام واحدة كده من نواة البلح. لو حطيتي نواة البلح في اي شوربه انت بتعمليها بتديها تسكيره حلوه قوي، ده غير لو انت حطيتيها مع الفراخ او اللحمه بتسوي اللحمه نفسها او الفراخ على طول، وبتديها تسكيره كمان. تعالوا نشوف هنعمل ايه. حطينا حله على النار فيها ميه بتغلي، وهننزل بالبهارات والبصل والطماطم بالشكل ده. كل ما هتعملي الشوربه فيها حاجات تخلي الشوربه طعمها حلو، هتخلي المخ يشرب من الحاجات الحلوه دي كلها. اتعاملي مع المخ بهدوء كده، علشان هو بيتقطع من اقل حاجه، يعني هو طري جدا عامل زي الاسفنج كده. اتعاملي معاه بهدوء خالص بالشكل ده، وتنزليه في الشوربه كده. هيقعد بالظبط 10 دقايق بعد ما يغلي. احنا مش عايزين نسلقه، احنا عايزين بس نخليه يدخل بس في الحاجات الحلوه دي كلها، عشان ما يتقطعش معانا واحنا لما نيجي نقليه. هنسيبه كده على النار 10 دقايق بالظبط. بصي، اول ما ياخد منك كده غلوه حاولي مش تقلبيه، يعني اعمليه كده بعيد عن بعضه شويه وبالراحه خالص. وانتي بتقلبيه زي ما قلتلك هو بيبقى عامل زي الاسفنج كده. بصوا شكله بيبقى عامل ازاي. لسه عايز كمان 3-4 دقايق عشان نشيله من قلب الشوربه بتاعته. كده عندي المخ خلاص اخد 10 دقايق بالظبط على النار. هحاول ان انا اطلعه بالشكل ده زي ما قلتلك. اتعاملي معاه معامله كده ايه، معامله اطفال زي ما بيقولوا، او معامله مجانين، بالراحه خالص عليه بالشكل ده. عندي كده خلاص المخ بالشكل ده خلاص خلص كده. زي ما قلت لكم احنا مش بنسلقه تسليق كامل، احنا بنحط 10 دقايق بس عشان ايه، يعرف بس ايه يمسك نفسه كده قبل ما نقطع منه حتت صغيره. عندي هنا الكفر بتاع البقسماط، جبت هنا بقسماط ناعم، وفي عندي هنا كام معلقه كده من النشا، وفي ملح وكمون وكزبره ونطره فلفل وشويه كده من القرفه وشويه من الجنزبيل. حاولوا زي ما قلت لكم تكتروا من القرفه والجنزبيل في كل اكلاتكم عشان الالتهابات الماشيه والتعب اللي ماشي اليومين دول. عافانا الله وعافاكم يا رب. الكفر الاولاني بقى اللي احنا هنقطع منه، نحط فيه المخ، هنقطع منه حتت كده صغيره ونحطها على الكفر ده. انا حطيت ايه هنا، حطيت بيض وسنه من اللبن، وعصرت عصره ليمونه وملح وفلفل وكمون وسنه من الكزبره الناشفه. هنقلب بقى كل الحاجات دي كده عشان هنحط فيها المخ بتاعنا. بس ايه، هنستنى على المخ شويه لان هو لسه سخن. ما تحاوليش تقطعيه وهو سخن عشان ما يتفرفتش منك لو انت عايزاه قطع صغيره.
هستنى بس عليه لحد ما يبرد شويه وبعدين نقطعه مع بعض. طبعا طالما هنقلي حاجه مثلا زي البانيه او البفتيك او المخ، بنحط على البقسماط بتاعنا معلقه كده او معلقتين من السمسم كده، ايه احنا ادينا للاكله كالسيوم. وهنحط كمان نطره كده او ربع معلقه من حبه البركه، ودي مناعه. وطبعا احنا قلنا حبه البركه حدث ولا حرج. هنقلب بقى كل المكونات دي كده على بعضها. حاولوا تدخلوا في اكلاتكم اليوميه حبه البركه، سمسم، جنزبيل، قرفه، كل الحاجات دي بتدي مناعه مضاده للالتهابات للجسم كله. ربنا يسترها يا رب على الناس، الدور ماشي وصعب جدا يا جماعه والله. ربنا يسترها يا رب ويشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، اللهم امين. هنا قطعت المخ بالشكل ده. انا هعمله النهارده عامل زي البانيه كده، مخ بانيه كده. طبعا الحتت الصغيره دي بتتقطع من المخ وانتي بتقطعي البانيه، فعادي جدا هتعملي حبه من دي وحبه من دي. هتنزلي بقى بالمخ بتاعك في البيض بالشكل ده. احنا قلنا حطينا هنا بيض وسنه من اللبن وملح وفلفل وكزبره وكمون وعصره ليمونه. هتنزلي بيها كده في البقسماط بالشكل ده، يبقى شكلها بالشكل ده. اخلص بقيه الكميه كلها وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وبكده اكون خلصت خلاص تتبيله المخ كله بالشكل ده اللي هو عامل زي البانيه كده. طبعا زي ما قلت لك اتعاملي معاه بحرص خالص وانتي بتتبليه وانتي بتعمليه في البقسماط عشان ما يتقطعش منك او يتهري بالشكل ده. هحطه بقى شويه في الفريزر قبل ما اقليه. هنا عندي خلاص المخ طلعته من الفريزر بالشكل ده. حطيت طاسه على النار فيها زيت وهبتدي اقلي المخ بتاعي بالشكل ده. زي ما قلت لك حاولي تتعاملي مع المخ بطريقه هاديه شويه عشان ما يتفكش منك، عشان هو حساس شويه في التعامل بالشكل ده وما بياخدش اساسا ثواني وتقلبيه على طول. بصي اول ما ياخد اللون الحلو الجميل ده تقلبي على طول بالشكل ده. نخلص بقى المقدار بتاعنا كده وارجع لكم. هتحطي عليها بقى بعد ما خلصتيها كده وحمرتيه شويه كمون كده، شويه كزبره، شويه ملح صغيرين. طبعا هو متملح وكل حاجه بس الحاجات دي كلها بتفرق قوي في الاخر خالص بعد ما بتحمريه.